مرحبا حبايبي، كيفكن اليوم؟ حضرت طبختنا لليوم شو هي؟ اللي بيحضر يوقف الفيديو ويكتبلنا بالتعليقات شو حضرت الطعم طبخة اليوم. اليوم طبختنا دولمة عراقية. أول شي هون رح أسلق اللحمة مشان أحطه تحت طنجرة، رح أبلش بالخضرة. حبلش بالأول بالسلق، أقطع العيدان تبعه وأنضفه. طبعا الأوراق المصفرة والمكويسة رح أكبها. بخلص وبرجعلكم. هون طبعا خلصنا. شوفوا كبينا المصفرين والعيدان. طبعا في ناس بيحبوا العيدان فيها يحطوا مع اللحمة تحت تتاكل طعمتها كتير طيبة. هون رح أبلش بالبصل، رح فرجيكم طريقة البصل كيف. منقطعه بالنص ومنشيل ورقة ورقة. انتبهوا شوفوا مشان ما تنشق، تشيلوه شوي شوي، وحدة وحدة تفتحوها حتى ما تنشق معكم، ومشان ما تطلع الرز بالأخير. لما طبعا في ناس هيك بعبوها رز بدون ما يسلقوها يعني، بس أنا بحب أعمل سلقة شي دقيقة واحدة بس لحتى تكون ناعمة هيك وتلف معك، ما تكون هاسية. لما تعبيها رز أنا بعطيها سلقة بسيطة لحتى لما أعبيها رز تنلف لف، ما تكون تمها مفتوح من فوق. وهدول طبعا ما رح نكبن، هدول رح نخليهم على طرف مشان نفرمهم مع الخضرة اللي رح نحطها مع الرز الحشو قصدي. هون خلصنا، هي آخر وحدة. متل ما قلتلكم ما رح نكبر، هدول رح نخليهم على طرف. هلا رح بلش بالكوسة والباذنجان، قطعن نضفن زبطن. شوفوا الراس قديش كبير. هون رح أقطع الكوسة، لا تهتموا إنه هو هيك شوي مو نضيفة. طبعا رح أقطعها، أحفره كلياته وأغسله كتير كويس. هو الباذنجان عنا كبير، رح أقطعه قطعتين. هن العراقيين الخضرة كله بيقطعوها هيك بالنص، بس أنا الكوسة عندي صغار ما هقطعهم قطعتين، بس الباذنجان كبار هقطعهم قطعتين وراح أحفرن. شوفوا راح أحفرن كلياتن. هنن كمان العراقيين ما بيحفروا متلنا، بس أنا راح أحفره على طريقتي اللي محاشي العادية السورية اللي نحن بنساويها. كمان هون باذنجان راح أحفره، راح خلصن كلياتن وأفرجيكن بالأخير كيف صاروا برجعلكم. هون خلصنا كوسة والباذنجان. هون عنا الشبيت. شبيت شي مهم بالدولمة العراقية، بيعطيها طعم كتير طيبة، ما بصير تقريبا دولمة من دونه أبدا. رح نقي الشبيت، اسمه شبيت، رح نقيه وأنضفه أغسله ورح أفرمه كمان هي مع البصل. كمان طبعا حفرنا الكوسة والباذنجان، هدول اللي حفرناه طلعناه من الباذنجان الكوسة كمان رح نفرمه مع البصل والشبيت مشان كلنا نحطه مع الحشوة. هيك هي الدولمة العراقية، بحطوا كله مع الحشوة ما يكبوا. هون عنا اللحمة صارت، رح شيل اللحمة من المي لحتى المي تبع اللحمة رح أحط فيها سماء أنقعه شي ربع ساعة لنص ساعة لبين ما أخلص الحشو. وبرجع بعدين بصفي كمان نص ماء مشان أحطه فوق الدولمة. هي السماء عندي كمية شغلة كاسة رح حطه كلياته واتركه منقوع لبين ما أخلص. مي سخنة مية اللحمة طبعا، ورح أغطيه واتركه لبين ما أخلص. هون عنا مي سخنة، شوفوا شلون رح أسلق السلق طبعا السلق ما بدها وقت كتير. انكترت دقيقة مستحيل ما بتتحمل أكتر، فورا تستوي وبعدين رح تتعبكم باللف. وأصلا يمكن مات اللف إذا تركتوه كتير على النار. السبانخ بتتحمل مي السخنة. كمان رح أعمل للبصل متل ما قلتلكن سلقة بسيطة انكترت ماكسيمو دقيقة واحدة بس. هون عنا غسلنا الرز طبعا جاهز، والخلطة هون متل ما قلتلكن بالكوسة والباذنجان، وعنا بالبصل والشبيت. هذا كله راح حطهم هون بالفرامة كلهم سوا وفرمن وحطهم فوق الرز. هاي راح تكون مع الحشوة طبعا. هون راح خلطهم كلهم
مشان أبلّش بتجهيز الحشوة. هون خلّصنا. شوفوا اللون ما أحلاه. هاي هلّأ رح أضيفها فوق الرز مشان حشوة. هي عبارة عن متل ما عِدتلكُن شبيت، حشوة الكوسة، وحشوة الباذنجان، والبصل. هلّأ رح تبّل الحشوة لحمة ناعمة ولبن، عنا ملح ليمون، فلفل أحمر حب كتير طيب، فلفل أسود، وبهارات الدولمة رح نحطّن، وزيت نباتي وزيت زيتون. هلّأ رح أحط التوابل كلّن. رح أحط لبن، في ناس بتحط بسبندورة حسب طبعاً يا هي يا هي، حسب ما انتو وذوقكن بتحبّوا باللبن بتحبّوا بالسبندورة، اللي بدكن ياه بتحطّوه. الزيت النباتي كتروا منّو. هالأكلة طيبة فيها الزيت النباتي والدهن تكون مدهنة كتير رح تطلع طعمتا خرافي. شوي زيت أصلي لابد منّو كمان نضيف شوي منّو. هلّأ منخلطو كلّن مشان نبلّش نعبّي. هون عنّا كل شي جاهز، اللحم حطيناه تحت الطّنجرة، سخنت الطّنجرة رح نبلّش بالبصل. شوفوا هيك، شوفوا مو أنا سلقت البصل شلون صار تلّف معي، مو متل لمّا تكون مو سالقينو رح تكون قاسية وصعب شوي تتلّف معكُن. هون رح فرجيكُن كيف عم بلف البصل. شوف كتير سهلة لأنّو سلقناه. هون رح نعبي الباذنجان. هون كمان كوسة رح نعبّيه. انتو لازم تعبّوا تقريباً كويس يعني ملّو لأنّو هي عبارة عن خضرة من الرز، ما رح تنفش وتطلع رز لبرّا يعني. من هيك بحطّوه مشان ما ينكب لبرّا. هاي طلعت كبيرة ما رح تدخل ببعضا، رح تجيب كوسة صغار منها عبّيها. لا تواخدوني على ضويا عنا كان كهربا مقطوعة لحظة. هون زبطت شوفوا شلون هنّن هيك بيساووا مشان الرز على الأغلى ما تطلع لبرّا. وهاي السبانة رح فرجيكُن لفّة. عنا اليابرا السوري، اليابرا نحن مقوطعها من الفرن. عندُن السبانة ما في أسهل من هيك على كف إيدك حطّي شوي ولفّي. كتير سهلة طريقتها. عنا نقعد ساعة منلف يابرا بياخد كتير وقت. لا عندُن كتير سهل على كفايتك تحطّي شوية حشوة ولفّيه، ما في أسهل منّو. طبعاً رح خلّص وارجع لكُن بالآخر. هون خلّصنا شوفوا. هون عنّا هاي ميّة اللّحمة اللي حطيتلّا سمّاع، طبعاً صفّيت السمّاع بعد ما خلّصت كانت منقوعة فيها تقريباً شي نص ساعة. وراح حط الخلطة حطلّا شوية ملح وحط المي فوق الدولمة هون. هي ما بدّا الدولمة طبعاً كتير مي نمليها لفوق لأ، شغلت كاسة مي وخلص. بتحطّي شوفوا هون حطيت على نار عالية. هون صارت تغلي رح وطّيه ع نار متل الشمعة واتركه. أخدت معي من ساعة ونص لساعتين حتى صارت هون. طفيت تحته وصارت جاهزة. طبعاً رح طفّيه وغطّيه شوي اتركه شي ربع ساعة وبعدين منقلبه. هون صارت جاهزة نتيجة خرافية وبتشهي وهيك بتكون خلصت طبختنا اليوم. بتمنى تعملولي لايك واشتراك.